السلام عليكم ميناسان كونيشوا، مرحبا بكم في قناه حد في اليابان. فيديو النهارده هو هتكلم فيه عن من اكتر الاسئله اللي بسال فيها يعني، وهو طبعا غير ان انا اتعرفت على الزوج ازاي، هو ان انا بتعرض لعنصريه في اليابان بسبب ان انا محجبه او بسبب الحجاب ولا لا. وهيبقى يعني الموضوع هيبقى عن اللي هو العنصريه ضد المسلمين واللي هو المحجبات في اليابان. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى يعجبكم. معلش هو الفيديو هيكون ممكن طويل شويه وشوفوه للاخر علشان انا هجيب لكم الحكايه من البدايه خالص عشان تفهموا الموضوع جاي ازاي. من اول ما جيت بقى اليابان وكده، طبعا كنت جايه من مصر، او انا كنت طبعا عايشه طول حياتي في مصر. طبعا مصر في المنصوره بالذات كلنا يعتبر محجبات او معظمنا محجبات، فبالنسبه لنا الحجاب ده شيء عادي او هو ده الطبيعي عندنا. فلما جيت اليابان هنا طبعا الناس كلها هنا مش محجبه ولابسين بقى لبس مثلا قصير والحاجات دي كلها، ده بالنسبه لي طبعا الشيء اللي هو مش طبيعي او مش عادي. فانا بالنسبه لي انا كان هما اللي هو الناس مختلفين، يعني هما طبعا انا بالنسبه لهم مختلفه وهم انا بالنسبه لي مختلفين. لكن في الحقيقه انا ما شفتش اي خالص تعليقات او حد كلمني اي حاجه، بالعكس انا كنت بشوف الناس بتعاملني معامله كويسه جدا، سواء مثلا كنت مع زوجي او كنت مثلا خارجه مع حماتي او كده، فكان بيعاملوا بكل لطف. وحتى ساعات ان هو انت منين مش عارفه ايه، ده انت لا انت كيوت انت جميله، الحاجات دي كلها. فكانت كل حاجه بصراحه كانت كويسه يعني، بالاخص النساء الكبار في السن. فانا بقت عندي الفكره دي يعني انا من ساعه ما جيت هنا اليابان لغايه دلوقتي، ففي الفتره دي كلها تقريبا كل التعليقات الحلوه اللي بتجيلي او مثلا الناس بتوقفني وبتسالني بلطف وود، ده بيكون من اللي هو النساء الكبيره في السن. فانا جات لي فكره او بقت عندي فكره ان الناس الكبار في السن هنا كلهم بقى سواء ستات او رجاله ناس لطيفه ومش بقى ضد اللي هم الحجاب والحاجات دي كلها. بس تعالوا كملوا معايا الكلام عشان في حاجات كتير هتختلف. انا كنت بروح الحضانه عشان اودي الاطفال وكده يعني، فكنت في الطريق دون كان في بيت كده لواحد كبير في السن، وممكن يكون 70 سنه 80 سنه حاجه زي كده. هو كان كبير في السن خالص، بس كان ما شاء الله عنده حيويه ونشاط فظيع يعني، وكان يصحى الصبح بدري ويعمل رياضه وكده. فكان يشوفني انا والاطفال ويسلم علينا كل يوم، وازيكم عاملين ايه ورايحين الحضانه، خدوا بالكم من نفسكم مع السلامه والكلام ده كله. فجيت في يوم كنا في الصيف والجو كان حر جدا، وكنت رايحه بقى في عز الظهر، وما اقولكوش طبعا بقى لابسه اللي هو مقفل وطويل ولابسه الحجاب وكده. وكنت رايحه طبعا كان كمان لو حد يعرف اللي هو المكان القديم ده كان فيه زي مطلع كده زي الجبل شويه كده، فكنت بطلعه. فبصراحه كنت خلاص بقى مبقاش قادره خالص. تخيلوا ان اليابان هنا الجو فيها اقل حراره شويه من مصر، لكن الحراره هنا عاليه، يمكن مش عاليه زي مصر لكن الرطوبه هنا عاليه جدا. يعني هو بصوا الرطوبه دي شيء لا بشع بجد، فبتخلي الواحد حران جدا مش طايق اللي هو الهدوم بتاعته. فكنت بصراحه حرانه وخلاص جايبه اخر من الحر يعني. فكان هو يومها قابلني قدام الحضانه فقال لي شكلك حرانه قوي، فما تقلعي اللي هو اللي لابساه على راسك كده. قلت له لا ما ينفعش. قال لي ليه؟ انت هنا في اليابان ما انتش في بلدي خلاص، انت مش شايفه انت غريبه بالنسبه للناس هنا. قلت له بص هو انا حتى لو انا عملت ايه انا كده كده انا غريبه، انا مش زي اليابانيين وهم مش زيي، فانا كده كده انا انسانه مختلفه عنهم وغريبه عنهم. فقال لي طيب هو المفروض مثلا بتتبع العادات والتقاليد اللي هو في اليابان، بما انت قاعده في اليابان وكده خلاص بقى انت مش في بلد دلوقتي. قلت له انا مش لابسه الحجاب ده علشان العادات والتقاليد، انا بتبع مثلا عادات وتقاليد او بحترم اللي هو القوانين وبحترم العادات اليابانيه والتقاليد اليابانيه اللي هو خارج او الحاجات اللي هو الدينيه بتاعتي، انما غير كده لا مش مسموح لي انا مثلا اتبعهم. وبالنسبه لنا احنا الحجاب ده دين ما هوش عادات وتقاليد. انا طبعا جبت له سيره الدين دي، وطبعا هو مش فاهم لان معظم اليابان هنا ما عندهمش دين، حتى في جزء منهم بسيط بيتبعوا اللي هو الديانه البوذيه، ولكن الاغلب ما عندهمش ديانه. حتى اللي هم ما تبعوا الديانه البوذيه دول منهم الناس كبيره في السن بقى اللي هم القدام، انما الجيل الجديد معظمه ما فيش اللي هو الديانات ده. وحتى في ناس مثلا بتتبع اللي هو البوذيه بس بتاخدها كتقاليد وعادات بس مش اكتر، يعني مثلا بيتبعوا العادات والتقاليد البوذيه مش كدين بس كعادات وتقاليد. فهو مفكر ان مثلا برضك الاسلام عندنا كده عادات وتقاليد زي مثلا البوذيه عندهم كده، فلا طبعا ده شيء مختلف. فانا حاولت ان انا افهمه وهو يحاول ان هو يفهمني. طبعا الناس كبيره في السن بتكون عناديه شويه وعايزه طبعا بتوصل رايها، وانا عايزه اوصل رايي للاسف مش كويسه قوي في اللغه اليابانيه. الكلام في الدين ذات نفسه زي مثلا الكلام في العلم بتبقى فيه كلمات صعبه قوي انها بتتقال، المصطلحات اللي هو العلميه والحاجات دي بتبقى اصلا صعبه انها تتقال، فانا ما اعرفهاش برده ان انا اوصل له قوي. وفضلنا انا وهو نتحاور، وطبعا الجو زي ما قلت كان حر جدا، نقاش ما فيش. فقال لي خلاص ماشي براحتك وكده، وانتهى الحوار على كده بس. فهو ده كان موقف حصل من فتره، بس ما حطيتش في دماغي قوي الصراحه يعني، وعدت الموضوع وخلاص على كده. تبادلنا النقاش في احترام وكده،
وكمان بعد كده حتى لما بيشوفني برضك ما فيش حاجه اتغيرت، يعني ما عملنيش معامله وحشه او كده، وانا برضك زيك مش عارفه السلام عليكم الحاجات دي كلها. السلام عليكم. المهم طبعا عدت الفتره وبرضك انا ما فيش اي تعرض ليه اللي هو مثلا العنصريه او الحاجات دي، حتى لما بخرج اشتري من محلات وكده فما تعرضتش اللي هو برضك لحاجه من العنصريه او حد قال حاجه او حد عاملني معامله وحشه، بالعكس ان هم بيعملوا كويس جدا وبلطف. لكن بقى هتحصل حاجات مؤخرا كده يمكن هتغير موازين شويه، او في حاجات حصلت شويه ان انا دخلت في اللي هو الميديا اليابانيه في الفتره الاخيره دي، ومن ساعتها في حاجات اتغيرت. يعني انا كان بالنسبه لي لحد دلوقتي ما فيش خالص عنصريه بقى من نوع اليابانيين والكلام ده كله، لكن طبعا زي ما انتم عارفين ان الميديا بتختلف عن الحياه الحقيقيه. ازاي؟ طبعا ان الحياه الحقيقيه الواحد بيتكسف او بيتحرج او بيخاف ان هو يقول رايه مباشره في حد في وشه، فهتلاقي طبعا ان الميديا الناس بتقعد تعلق وتقول وتشتم وتتكلم والكلام ده كله، فما بيهمهمش ليه؟ عشان ما حدش شايف التاني، فهم بيقولوا بقى رايهم وبيشتموا وبيغطوا الحاجات دي كلها. كانت الميديا دي بقى او اللي هو الميديا اليابانيه طبعا لما دخلتها كانت فيها حاجات مختلفه كتير. طبعا الاراء او رده الفعل بالنسبه ان هم يشوفوا فتاه محجبه مسلمه محجبه في اللي هو الميديا الياباني دي، بالنسبه تقريبا يمكن انا تقريبا العربيه المسلمه محجبه في اللي هو ايه في اليابان بالنسبه للميديا. يعني شفت بقى ردود الافعال، ردود الافعال هتختلف كتير جدا من كذا ردة فعل، وهقول لكم على كل حاجه. بصوا كان في ردود افعال طبعا هو بيستغربوا ازاي انا لابسه الحجاب ده ولابسه الطويل ومقفل كده في الجو الحر. طبعا الواحد حران جدا، انت مش حرانه ده الجو حر جدا، انت بتطيقه تلبسي الكلام ده كله ازاي؟ محتارين او ان هم مندهشين. فحتى كان من ضمن برضك ردود الافعال ان هو في حد مقترح ان انا مثلا ما ينفعش ان انا احط مروحه في اللي هو الحجاب ده وكده. انا في الاول كده استغربت مروحه ايه، فبعد كده لقيت بشوف فعلا ان في اليابان بيحطوا زي اللي في الجواكت بتاعتهم كده في الحر بيحطوا مروحه علشان بالنسبه اللي هو الجو الحر وكده، فبتلاقيهم حاطين مروحه، الناس طبعا بتشتغل وكده. فانا فهمت دلوقتي هو كان قصده ايه ان انا احط مروحه في الحجاب. فده كان بالنسبه لردة الفعل الاولى. ردة الفعل الثانيه في ناس طبعا شايفين زي ما عمل الحاج اللي انا قلت لكم عليه كده، اللي هم بالذات اعتقد ان هم كبار السن، يعني اللي شايفين ان هو الحجاب والحاجات دي كلها دي تقاليد وعادات وكده، وان انا بدل ما انا في اليابان خلاص بقى لا الحجاب بقى خلاص انا مش في بلدي دلوقتي ولازم اتبع التقاليد والعادات اللي هو اليابانيه والكلام ده كله ونفس الاراء. فلقيت ان هو في برضك في مجموعه تانية مش كتيره قوي، بس لقيت ان هو في مجموعه زي عم الحاج دون، في بقى نسبه قليله جدا 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 الصراحه، يعني هجوميه شويه او واخده فكره وحشه عن اللي هو الحجاب والمسلمين. فمن ضمن ردود الافعال ان هم مثلا مش عايزين المسلمين يبنوا مساجد في اليابان، مش عايزين المسلمين ان هم يطالبوا ببناء مقابر، لان هنا في اليابان بيحرقوا الجثث وكده وبيحطوا اللي هو الرماد مش عارفه في ايه كده الحاجات اللي هو التبعهم دي يعني. فهم مش عايزين ان هم المسلمين يدفنوا الجثث عشان ده بالنسبه لهم لا ده ضد البيئه او ضد مش عارفه ايه والحاجات دي كلها. وكمان طبعا عارفين ان الاعلام طبعا يعني كده مشوه كتير قوي من صوره المسلمين والحاجات دي كلها. كمان مؤخرا الصراحه والفتره الاخيره دي في مشاكل كتيره قوي هنا في اليابان بسبب اللي هو الاكراد او الكرديين اللي هم اللاجئين، عاملين مشاكل كتيرة قوي في اليابان، وكل شوية وتاني خبر في الأخبار عملوا كذا وعملوا مشاكل كذا وعملوا مشاكل كذا. فطبعا ده بيسيء جدا لشكل اللي هو المسلمين، ودي يمكن حاجة بالنسبة لي أنا كعربية مسلمة طبعا بحب إنه يكون شكل العرب والمسلمين في اليابان شكلها كويس. فالحمد لله بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أعملش حاجة تخالف هنا القوانين، ما أعملش حاجة إنها تضايق الناس، ما أعملش حاجة تدي صورة وحشة للي مثلا الفتاة المحجبة دي ده عملت كذا. فالحمد لله طول ما أنا مثلا في حالي وأنا ما بتبع القوانين والحاجات دي، فبحس ان انا الحمد لله ادي صوره حلوه للاسلام والمسلمين. في بقى ردود افعال تانية شايفين ان الحجاب دون فاشن بقى وشكله حلو ولطيف وكده، وان هو شكله مش عارفه متناسب مع الهدوم والحاجات دي، مش كتير قوي يعني. برضو كمان في ردود افعال تانية شافت يعني الحمد لله يمكن ده اكتر حاجه بصلي، يمكن مش نسبه كبيره قوي، لكن حتى لو كان ردة فعل بس، فانا بصراحه حاسه انا فخوره قوي باللي هو الرد الفعل ده. وانا شايفين الحمد لله ان انا محتشمه، شايفين ان الحمد لله ان انا في الحاجات اللي هم بقى بتاعت اللي هم النساء اليابانيات زمان، ان هم بقى كانوا بيحترموا الرجال وان هم كانوا محتشمين وان هم خجولين والحاجات دي كلها. فهم حاسين ان انا بالنسبه لهم او كمان ان انا محافظه على اللي هو العادات والتقاليد بتاعت حاطط بالك في بالكم من العادات والتقاليد، ان انا محافظه على التقاليد بتاعت بلدي لحد هنا.
فشايفين دي حاجه حلوه قوي. فالحمد لله فده شايفين ان هو جزء ايجابي قوي. في ردود افعال تقول ده انت غيرت فكرتنا مثلا عن المسلمين، لا ده احنا مش عارفه ما كناش فاكرين كده. كانوا حاطين في دماغهم طبعا بقى ان المسلمين دول كشريين ومعقدين، وان هم مثلا الحاجات بقى اللي بتظهر في الاعلام بقى والحاجات دي كلها. بس الحمد لله يقولوا ده انت غيرت فكرتنا خالص، لا ده انت مش عارفه، انت فرفوشه خالص، انت مش عارفه ايه الحاجات دي كلها. فالحمد لله ان هم تجيلهم حاجه ايجابيه وان هو تجيلهم صوره حلوه عن المسلمين. فده بالحمد لله حاجه انا بفتخر بيها وبحبها قوي، يعني ان انا بحب قوي الرد الافعال دي يعني. اما النسبه الاكبر بقى من كل دول الصراحه اللي هم الحيادين او اللي مش فارق معاهم يعني دين بقى يلبسوش، دي مسلمه دي مسيحيه ده مش عارفه ايه، مش فارق معاهم. يمكن هو ده النسبه الاكبر، ويمكن هم دول الشباب بتوع اليومين ده النسبه الاكبر من الشباب، وكمان بعض اللي هم الكبار في السن برضو والحاجات دي كلها، ان هم شايفين ان في حريه تفكير، حريه لبس، حريه مش عارفه ايه. فشايفين ان كل ده من ضمن الحريات، فانت في حالك وانا في حالي وكل واحد في حاله، كل واحد في حاله. فزي ما قلت لكم كده اللي هو الاغلب خالص او المنتشر هنا في اليابان ان هم مش فارق معاهم او اللي هم الحياديين. وبعد كده بتلاقي مثلا اللي هم بقى شايفين العادات والتقاليد اليابانيه، وان انتوا تمشوا على العادات والتقاليد في اليابان وكده، بس هم مش عدوانيين. يعني هم شايفين ما تمشي على العادات والتقاليد بتاعتنا، انما مش ان هم برضك العنصريين او اللي هم العدوانيين. وفي اللي هم زي ما قلت لكم في واخدين فكره حلوه عن اللي هم المسلمين وكده، وفي اللي هم النسبه القليله اللي هم العدوانيين شويه، انتوا يا مسلمين بقى جايين هنا تبنوا مش عارفه ايه والحاجات دي كلها. بس زي ما بقول لكم بصراحه بجد والله يعني هم نسبه قليله جدا. بس فهو دي النسب تقريبا اللي انا قلت لكم عليها، مش هقول لكم النسبه بالظبط كام عشان ما اعرفش، بس هو ده كده بالمجمل يعني. برضك لحد دلوقتي الحمد لله انا ما تعرضتش لاي نوع من اللي هو العنصريه، ان حد مثلا يقابلني يقول لي مش عارفه ايه على الحجاب انا كمسلمه او كده. بالعكس الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي موقف خالص، والحمد لله انا خلطت المجتمع برضو. يعني انا بروح مثلا مدرسه ابني، ما بروح مثلا الحضانه بتاعت ابني وكده، بخرج للشارع، بخرج دلوقتي اشتري حاجات، بس الحمد لله قمه الاحترام يعني وكده. وحتى لو حد في دماغه حاجه على فكره، لو هم مثلا بيفكروا في حاجه هي لابسه حجاب ليه او كده، فما فيش حد بيتكلم يعني، بيخلوا تعاليهم كده يحطوه بتوف نفسهم وخلاص. بس الحمد لله ما شفتش حاجه خالص او ان حد بص لي بصه حتى وحشه او كده. فانا مش بقول كده والله انا بدافع عن اليابان ولا حاجه، فانا كنت الاول بقول لكم ما تعرضش للعنصريه خالص، فهو ده كان فعلا اللي بيحصل. لكن لما حصل الجديد قلت ان انا اعرفكم بالظبط ايه اللي حصل. واكيد طبعا ما فيش بلد او فيش مكان في الدنيا اسمه ما فيش في ناس ما فيهاش عنصريه، اكيد في كل مكان فيه، بس بتبقى بنسب بقى. فالحمد لله اليابان من البلاد فعلا اللي اقول لكم مش فارق في دماغها خالص، لان اصلا بالنسبه لهم الديانه والحاجات دي كلها ما فيش، يعني زي ما انا بقول كل ما اصلا ما عندهمش الديانه او كده. فبالنسبه للحاجات اللي انا بسمعها اللي هو الدول الغربيه والحاجات المتعصبه والعنصريين والحاجات اللي بتحصل، الحاجات البشعه فعلا اللي بتحصل ضد المسلمين وضد المحجبات والحاجات دي كلها، فالحمد لله اليابان ما فيهاش الحته دي. ده بالنسبه لرايي وبالنسبه لتجربتي الشخصيه. طبعا ممكن في حد تاني يكون اتعرض، الله اعلم، بس هو ده اللي حبيت اقوله لكم واعرفه لكم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تسووا لايك وسبسكرايب اللي مش مشترك في القناه، وانتهي ان شاء الله فيديو جديد، والى اللقاء، باي باي، مع السلامه.